اهلا بيكم احبائي. وسريعا بقى ارجع بكل الهموم دي او بالمشاكل دي للشيخ اشرف. استاذ محمد سالنا، انت عارف انا السؤال بحاول احط نفسي كان فيه. هو حصلت مشاكل مع والدها لانه صرحوا باللي هو سمعه عن بنته او خلافه، وغلطوا، واضح ان في غلط حصل بينهم، عشان كده هو بيبكي حاسس بمر ان هو يعني اذنب. ومشكله اللي غيظني انا ان الراجل مش عارف، يعني حتى هو لمح له ان في مشاكل، طب قطع العلاقه اللي هو الوالد يعني، وبعدين خدها وسافر على هناك. طيب الاول قول لي، هو لو كان حتى تمت الزيجه ده بيكفر الذنب ولا ما يكفرهاش؟ اصل في يعني في ناس بتقول لك انا مثلا غلطت مع واحده اتجوزها، هو ده الحل ولا مش بيبقاش حل شرعا؟ هقول لحضرتك هو الذنب واقع على صاحبه مسؤول عنه، سواء تزوجها ام لم يتزوجها، الذنب واقع. تمام. لكنه اذا تزوجها فكأنه ستر عليها وعلى نفسه، كأن حصلت عملية ستر. هذا الستر واجب عليه، واجب في حقه، ان هو طالما اخطأ وعمل وكده كان يتجوز. لكن حالة الاستاذ محمد، انا عايز اقول لك ان انت ده البكاء والندم ده توبة، والشعور بالذنب وشعور بقيمة هذا الذنب اللي انت اقترفته ده شيء كويس، بس ازاي نستثمر الكويس ده هو ده المهم. المهم ان الان انت تتوب الى الله عز وجل، والتوبة هنا معناها الانقطاع عن هذا الامر، يعني انت تنقطع تماما كل الانقطاع عن الست دي، خلاص هي سابتك ومشيت وبتاع خلاص. لا هو اللي جاله سفر السعوديه وهو خايف يسافر ويسيبها ويبقى برضه ذنبها. لا خلاص، هو لا له علاقه بيها ولا يسأل عنها، ما دامت خلاص قلت احنا ننفصل وسابته وهو مش عارف عنها اي اخبار ولا حاجه، خلاص ينتهي عند هذا الحد ويتوقف تماما عند هذا الموضوع ويتوب الى الله، فلا يرجع الى مثل هذا الذنب لا معها ولا مع غيرها، ويكثر من الاستغفار والتوبه والعوده الى الله سبحانه وتعالى. وانصحه الا يقل هذا الكلام مرة أخرى بعد المكالمة اللي عملها معانا، يعني راح خطب واحدة تانية راح اتجوز، ما يحكيش الكلام ده خلاص. أنا كنت خاطب ولكن لم يقدر لنا الزواج بعد ذلك، ما يحكيش بقى إن حصل خطأ وحصل شيء، لا خالص. دي نقطة مهمة أوي. مهم جدا، ما يتكلمش في موضوع تاني كأنه لم يحدث. ليه بقى؟ لأن دي المسألة ديت من الأمور التي تغضب الله عز وجل. فكيف بأن الله سبحانه وتعالى قد ستر العبد؟ ربنا يقول يعني بت أستر، بات يعصيني وأنا أستره ثم أصبح يفضح نفسه. يعني انت قعدت طول الليل تعمل معاصي او طول الزمان تعمل معاصي، وبعد لما ربنا سبحانه وتعالى بيسترك في طول الفتره دي كلها ترجع انت بقى بعد كده. بس هو مش بيتباهى، هو مش بيتباهى، هو يعني بيأنب ضميره، ضميره بيأنبه. ما هو برضه لما يجي يتجوز واحده تانية وبعد كده يجي يعرض معاها الكلام ده كله يقول انا حصل كذا او يقول كذا ويفكر ان هو كده بيكفر عن نفسه او بتاع، زي اي واحده برضه تقع في الخطا. ودي ما في رجاله بتمسك الست تقررها انت كنت ليك علاقات قبل كده ولا لا؟ لا يجوز له ذلك شرعا. لا يجوز له ذلك. الان انت تقدمت لامرأة تتزوجها، لا يجوز لك ان تسأل عن ماضيها من قريب او من بعيد. خلينا ناخد اتصال سريع كده من استراليا. اختنا نعمه، السلام عليكم يا استاذه نعمه. عليكم السلام. اهلا وسهلا، اتفضلي. عايز اسال الشيخ. اتفضلي يا فندم. اوكي، انا كنت حامل. اوكي، كنت حامل يعني في خلال الشهر الاول. كان ضغوطات علي كثيره وزوجي في السودان. كنت حامل في الشهر الاول وبعدين؟ زوجي في السودان ويعني انا في الغربه براي ما معي زول، ومعي طفل صغير عمره 5 سنوات كان. يعني والضغوطات كانت كثيره علي وطلبت من زوجي الطلاق، يعني كنت اتعصب وكنت مش عارفه اعمل شنو لانه براي والوحم وكل شيء. وحتى زوجي خلصت الاجراءات كل حاجه ما فضل له الا عشان يجي. هل هو كان جاء يعني الطلاق ده هل واقع؟ ايوه. هو قال لك الطلاق كان ازاي؟ يعني قال لك ايه؟ انت سامعاني حضرتك؟ انا ضغطت. ايوه انا كنت ضغطت عليه ان هو يطلقني. ضغطت عليه لغايه لما قال لك لفظ الطلاق صريح؟ يعني قال لك ايه؟ كان في البدايه هو رافض. لا لفظ الطلاق قال لك انت كذا ولا ما قالش؟ ايوه قال لي بعدين، قال لي انت طالق. فانت بتسالي هل ضغطك عليه يخلي الطلقه مش واقعه يعني؟ ولا انا فهمت غلط؟ ايوه. عايز اعرف هل الطلاق ده واقع عشان انا خلصت الاجراءات وهو جاي حسن. طيب حاضر، واضح كده يا شيخ اشرف. طيب يا استاذه نعمه حاضر، في اسئله ثانيه؟ لا الله يخليك. حاضر. ده سؤال كويس برضه. طيب بالنسبه للاستاذ محمد احنا مكملين.
خلاص هو يتوب إلى الله من هذا الأمر ومن هذا الذنب ولا يحكيه مرة ثانية ويكثر من الاستغفار ويقلع عن هذا الذنب. يعني كده البنت ذنبها مش في رقبته خلاص، هو أبوها خد بالك ما يكونش عارف برضو أبعاد العلاقة وصلت لغاية فين. وليس بدليل كلمته يا أستاذ محمد، وليس بمتحمل الذنب منفردا، إنما هذا الذنب ازدواجي، هي كمان متحملة معاه في هذا الإثم لأنها سلمت نفسها لهذا الفعل، فهو آثم وقع في ذنب هو يسأل إزاي يتخلص من هذا الذنب دلوقتي. فأنا بقول له تتخلص من الذنب إنك أنت ما تسألش عليها خالص، الموضوع خلاص اتقفل تماما ولا ترجع إليها، تبدأ حياتك أنت من جديد وتتوب إلى الله وتقلع عن المعصية وتكثر من الاستغفار، وبعدين تبدأ تخطب واحدة تانية وتتزوج وتعيش حياتك كما ينبغي، وعليك بكثرة الاستغفار واحذر أن تعود لمثل هذا بس. طيب أستاذة حنان بتقول سابت البيت من شهرين وهو استحملت امه ودي حاجه تشكر عليها جدا. انا بحب جدا قوي الست اللي تستحمل سواء والدتها او والده زوجها يعني. وان كبار السن احنا ضعاف قدامهم. شتيمه يعني وبيتكلم عليها كلام مش لطيف والكلام ده كله، هي مستريحه كده تمام، هو مش عايز يصرف كمان الكلام ده كله. تمام. الحقيقة أنا نصيحتي ليها أنه إذا أراد أن يردها، لو حب يردها مرة تانية للبيت ويرجع لها البيت وكذا، المفروض أن هي ترجع معاه عشان خاطر مدام 20 سنة عشرة زواج ومدام معها أولاد وبتاع، تحاول أن ترجع إلى البيت وتتحمل هذه المعيشة من أجل هؤلاء الأولاد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث دايما أكرره: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنا رأيي أن ترجعي. هل أنت بقى الآن دلوقتي بتسأل هل يعني من حقها تطلق؟ من حقك تطلب الطلاق ما دام هناك ضرر. هي اللي عايزه طلاق ولا مش هي مستريحه كده؟ ما هو ده لا يجوز بقى، لازم يعني عايزه تطلب الطلاق ماشي، هذا امر جائز، لكن انا بانصح عايزه تقعد هي على الوضع ده في الحاله اللي هي فيها طالما هو ما جاهاش وما دعاهاش الى العوده في البيت لا باس في ذلك. لكن انا انصح ان هي ترجع الى البيت وتجلس مع زوجها وتحاول مع الوقت وتكثر له من الدعاء لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لها، وبعدين صبرها عليه. ادي كانت زوجة فرعون لما صبرت عليه السيدة آسيا امرأة فرعون، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن لما صبرت على زوجها. فاحنا محتاجين الكلام ده، محتاجين. كان جزاها ايه بقى؟ كان جزاها الجنة، وهو ربنا سبحانه وتعالى رب ابني لي بيتا ابني لي بيتا في الجنة قال لا اطلب يا آلة ابني لي بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم الظالمين، واستجاب الله عز وجل لدعائه. لازم يكون في المجتمع واحدة صبر على جوزها، لازم يكون في المجتمع واحد صبر على زوجته، لازم يحصل الكلام ده. ومش معقول بقى واحدة اتجوزت واحد وبعدين طلع حد مثلا مش كويس قليل الذوق ولا شاذ ولا اي حاجه في المعاملات بتاعته، نقوم احنا خلاص نطلب الطلاق ونسيبه ونمشي. بعدين ما انت عايشه 20 سنه معاه، يعني انت تحملت 20 سنه، فانا اعتقد ده يكون مخول ليكي انك انت تقدري تستحملي كمان 20 سنه و30. الله يطول في عمرك وعمر كل الناس. بس انا عايز اقول ان انا بنصحك انك ترجعي لجوزك وتقعدي معاه ان شاء الله وتبقي على خير باذن الله.